السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم في كل مكان أينما كنتم، ويتجدد اللقاء والموعد مع حضراتكم. وطبعا كان المفروض نغطي أو نتكلم كلمتين كده على كابتن حسام حسن، وحضراتكم طبعا أول ناس تعرفوا احنا يعني مدى الدعم اللي احنا كنا بندعمه لكابتن حسام حسن. وياما ما أجيب لك فيديوهات ومحتويات يمكن من أبعد من 5 سنين فاتت موجودة عندي. كنت دايما بطالب بكابتن حسام حسن، ولما جه كابتن حسام حسن مسك منتخب مصر، والله العظيم يعني ليلة انا واحد بيقول لي ده انت لو ابنك احمد هيلعب في الاهلي ولا في الزمالك مش هتبقى في سعيد السعادة دي. قلت له يا عم انا بحب كابتن حسام حسن، بحب الراجل يعني كابتن حسام حسن الاخلاص. كابتن حسام حسن يعني حاجة كده، حاجة يعني من رجالة مصر، من شباب مصر المحترمة النظيفة اللي تفتخر بيها. يعني حب الاهلي، حب الزمالك، حب كابتن محمود الخطيب، واحب كابتن محمود الخطيب، كابتن حسن شحاتة، كابتن. يعني ايه المشكلة ان احنا نحب كل دول؟ لازم كل واحد يبقى له مثلا حد يحبه. احنا بنحب كابتن محمود الخطيب، وبنحب كابتن حسن شحاتة، وبنحب محمد صلاح، وبنحب ابو تريكة. ايه المشكلة؟ وبنحب كابتن طاهر ابو زيد. كلهم ولاد مصر ويشرفونا، وحاجة جميلة يا جماعة. لكن كل واحد واخد له مثلا حد وهو اللي بيدافع عنه، وهو لا ما تلمسش ده. كلهم فوق راسنا وكلهم ولاد مصر، فاهمني؟ فالف مبروك كابتن حسام، وكل التمنيات الطيبه ليك ان انت يعني توصل وكده هون، وربنا يكرمك انت وابراهيم. اتمنى ان انت ما يعني يبقى كلامك قليل. يعني نصيحه من الناس، تعرف لو هتخش على صفحتي تعرف قد ايه زي ما قلت ان انا يعني كنت بدعم وبساند كابتن حسام حسن. يعني عايز اقول له مثلا ايه، يعني ما هتسمع كتير في الاعلام يعني خلي حتى انت وكابتن ابراهيم حتى كلامكم يبقوا ايه قليل، لان كتر الكلام بيولد اخطاء او بيولد غلط وكده هو. فاتمنى كابتن حسام مش عايزين ايه، سيب اللي يقول يقول ودون ايه. اصل كل واحد خلينا يعني صراحه في حاجه اسمها بيعبي هوا. يمكن ناس كتير يعني المصطلح ده او اللفظ ده يعني بعيد عليه او كده. بيعبي هوا، هو راجل طالع على الهوا هيتكلم في ايه؟ ال- الكلام او الترند دلوقتي حسام حسن، فلازم يتكلم على حسام حسن. طبعا شفنا كل الاعلاميين، كابتن مدحت شلبي، كابتن شوبير، كلهم بيتكلموا طبعا ايه الكلام. يعني في ناس اعترضت على كابتن شوبير، بس انا سمعت كابتن شوبير في الكلام اللي كان بيقوله الكابتن على الكابتن حسام حسن ان ده المنتخب ولازم نهدى. يا جماعه معلش يا كابتن شوبير، انا يعني عايز اقول ان هو الراجل ما غلطش في حاجه. انا مش بجامل شوبير ولا حاجه. الراجل بيقول لك خليك هذا كابتن حسام، وانت هنا في طالما مسكت يعني بقيت شخصيه عامه، وانت راجل شخصيه عامه ومشرف مصر وتشرف مصر في اي حته وفي اي حاجه، لازم هتنولك ايه سهم من الانتقاد وكده هو. فاتوقع كابتن حسام حتى دوره الامارات الوديه دي لو اي اداء مش هو، هتلاقي برضو الاعلام يتكلم وكده هو. هيجيبوا يا جماعه الناس اللي هي في الميديا وحاجات زي كده، هيجيبوا ماده منين يتكلموا فيها؟ بس هو الكوره ومنتخب مصر تمام. هي كوره ومنتخب مصر، اهلي وزمالك وباقي الانديه، وفاهمني، والناس اللي هي الهيد بتاعت الحكايه، وحسام حسن وكابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته وصلاح زي ما قلنا وتريكا، هم دول الناس اللي هي ايه بيبقى وميدو برضه وكده هو بيبقى عليها الكلام وكده هو. والناس اللي هي بتاعت اليوتيوبرات والناس الاعلاميين طبعا ايه بياخدوا من الناس دول ويتكلموا كده عشان يملوا ايه الوقت بتاعهم اللي واخدينه في الحلقه بتاعتهم. حتى الناس اللي هي بتتكلم في السياسه بتروح برضو للجهه دي وبتاخد يعني بتنتقد الناس دي عشان برضو ايه اهو يجيب مشاهدات وكده هو. مش عايز اروح بعيد عن الموضوع. والف مبروك كابتن حسام، وانا عيني كانت تعبانه وكنت تعبان شويه، فكان اكيد في ناس كتيره يعني استغربت ان انا ما باركتش لكابتن حسام او عملت محتوى على قدنا كده، على قدنا الناس اللي بتتفرج علينا. قسما بالله العظيم يوم ما كابتن حسام ما قالوا كابتن حسام، وعرفت يعني من مصادر ان انت مدرب لمنتخب مصر، انا ما كنت ماشي بالسياره قسما بالله ما عارف انا مدي الغيار الايه ولا ماشي فين، ولا بالعافيه يعني عارف الاتجاه اللي انا ماشي فيه. عايز اجيب الشاشه كده واجيب اي حد بيتكلم على كابتن حسام حسن، اجيب شاشه كبيره كده زي اللي كانت بتتعمل في القنوات الكبيره تمام، ويبقى فيها 80,000 شاشه، واشوف كل واحد بيقول ايه على كابتن حسام حسن. هتلاقي الاهلاوي وهتلاقي الزملكاوي وهتلاقي الحسماوي،
والله العظيم قابلت ناس حسامويه ما مطرح ما يروح حسام حسن بيشجعوا كابتن حسام حسن. ربنا يوفقك يا كابتن حسام، ربنا يوفقك. تمام. وعايز اقول قناه يعني الواحد بيتابع من القناه دي للقناه دي. قناه الزمالك بتتكلم عن كابتن حسام الصراحه كويس، فعايزين برضو قناه الاهلي الدعم برضو للكابتن حسام ابن الاهلي الشرعي زي ما بيقولوا، والمسانده والمؤازره. انا طبعا في تخيلي ان الساعات الاخيره لكابتن حسام حسن، يعني انا بقى عامل سيناريو كده لنفسي، يعني مثلا ممكن ليه لا تلاقي فيه اتصالات مثلا بكابتن محمود الخطيب. ايه رايك لو حسام يمسك المنتخب؟ برضه تلاقي في طبعا كراجل قيمه كبيره ونجم كبير وكده هون، ورئيس على يعني في رئيس النادي الاهلي وعلى كرسي الرئاسه. وبرضه في المشكله ان تلاقي في تليفونات تانية راحت لكابتن حسين لبيب برضه الراجل بتاع الزمالك على الله. تمام. ايه رايك في حسام حسن؟ برضه ايه المشكله اللي ممكن يكونوا برضه عملوا راحوا اتصالات لصلاح، لتريزيجيه. الناس يا جماعه في شغل اعلى مننا. احنا انت بتحب حسام واحنا بنحب حسام. تمام. بس في شغل يعني ايه الدوله بتعمله، ده شغل اكبر مننا يا جماعه. الدوله عارفه مصلحه البلد فين، وعارفه مصلحه الكرة فين، ومين يمسك المنتخب في الوقت الفلاني، ومين يمسك المنتخب في الوقت العلاني، ومين اقدر ان هو يمسك المنتخب. لما جه وقت كابتن حسام حسن وكان مطلب جماهيري وشعبي من الشارع، يعني المسؤولين عندنا ما يعني طبعا ايه بنشكرهم طبعا ان هم انصاعوا وسمعوا كلام الشارع، وهم عايزين ايه المشكله يا عم؟ عايزين حسام، خدوا حسام. تمام. بس نتمنى ان من الساده المسؤولين وطبعا اتحاد الكوره وكده هون، وطبعا وزير الشباب والرياضه، ان يبقى في دعم لكابتن حسام. كل حاجه مثلا مطلوبه وتتوفر لكابتن حسام. عايز مباريات وديه ماشي، عايز كده هون ماشي، ما حدش يتدخل في شغله. ليه جبت دون وليه ما جبتش دون؟ وانا مع كابتن مدحت شلبي برضه ان هو لازم، ما فيش ايه المشكله ان انا اخد صلاح تحت باطي واخد تريزيجيه تحت باطي. ايه المشكله؟ انا مش داخل دلوقتي انا كحسام حسن، انا مش داخل لاعب او مش داخل لعيب دلوقتي. انت دلوقتي حسام حسن مش اللعيب، المدرب. يعني دول كلهم اولادك كابتن حسام، او انت اخوهم الكبير. فانت مفيش تنافس، ده بل بالعكس اللعيب المتفوق واللعيب الكويس واللي هيصنع لي الفارق ومالي على راسي وعلى عيني ان انا مثلا اتعاون معاه وكده هو. بس مش عايز حد من الاعلاميين يفرض طريقه التعامل بين حسام حسن وبين محمد صلاح. تمام. حسام حسن راجل ناضج، حسام حسن لعب في نشاط السويسري وهو وابراهيم، واحترف برضه مع ابراهيم. فالناس دي ولعب اهلي ولعب زمالك ومسك بتاع 10 انديه، ولعب مع محمود الجوهري وعمل برضه نتائج كويسه مع الاردن، وكان خلاص على ايه يعني خطوه ويصعد بالناس لكاس العالم. فيا جماعه ما حدش يملي على كابتن حسام حسن انت هتعمل ايه وهيسوي ايه وكده. هو كابتن حسام حسن مش صغير، كابتن حسام حسن تاريخ. كابتن حسام حسن اتدرب تحت ايد الجوهري، مايكل سميث، الوحش، يعني عنده خبرات وقلنا قبل كده، ومخزون كبير. فعيب ان انت تقول له ايه اتصرف ازاي مع اللعيب الفلاني واتصرف ازاي مع اللعيب العلاني. كل التوفيق للكابتن حسام حسن والناس القنوات اللي طالعه تعمل اسقاطات وكده على كابتن حسام، والعيال اللي شغاله على الميديا مش عارف والشغل اللي بيعملوه دون. وصلاح مش عارف حسام لما يمسك يعمل مش عارف مع صلاح ايه وبتاع. كلهم يا جماعه في خدمه منتخب مصر، وكلنا على قلب رجل واحد. الشباب الصغير اللي طالع اللي بيفضل ينتقد في حب الاهلي زي ما انت عايز قلنا، حب الزمالك زي ما انت عاوز قلنا، حب اي فرقه انت بتشجعها زي ما انت عايز قلنا. تمام. لكن انت ما تعرفش انت عندك كام سنه؟ يعني حسام اعتزل من 10 15 سنه. تمام. انت كان عندك كام سنه؟ 10 سنين، 15 سنه. طب دلوقتي عندك كام سنه؟ انت ما شفتش حسام، ما شفتش حسام بيلعب ازاي، ولا شفت حسام ده ايه، ولا الروح ولا بتاع. حسام ده لما كان صابع رجله بالصابع احنا كنا بنحط ايدينا على قلبنا. مش بقول حسام بس، طبعا كل التقدير كابتن محمود خطيب فوق راسنا، كابتن حسن شحاته، الناس العظماء دي دول على جنب يا جماعه. احنا دلوقتي بنتكلم في حسام اللي هو هيتولى قياده منتخب مصر، او اللي بتكلم على الشباب اللي بيفضل ينتقد في حسام حسن وما يعرفش مين هو حسام حسن.
يعني لو حسام معتزل زي ما قلنا من 10 15 سنه، انت كان عندك كام سنه؟ فمنين الفكره دي انت عاملها وعمال تهاجم